بعد اذن خبراء السكين كير انا طالعه النهارده ادي روتين للبشره الدهنيه للناس اللي مش عارفه تبدا الروتين ازاي. واكتر ناس بتسال ان هي عايزه روتين هي الناس اللي بشرتها دهنيه، لان مشاكلها كتير وبتزيد في الصيف. فابسط حاجه واول حاجه انا دايما برشحها هي ستارفيل. بقالي سنين لما حد بيقول لي انا عايزه غسول للبشره الدهنيه بقول لهم يا جماعه مفيش احسن من ستارفيل، لانه غسول بيحسن فعلا من البشره الدهنيه والاعراض بتاعتها زي العرق الزياده، ظهور الحبوب والمسامات اللي فعلا بتلتهب في الصيف. في كبريت وفي تي تري اويل، واشهر غسول فيه ساليسيليك اسيد، وكمان في خلاصه العرق سوس للتفتيح. تاني حاجه بقى ومن الحاجات اللي انا مبسوطه بيها جدا انها موجوده في ستارفيل هي مرطب للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب، كمان برضو ينفع للمختلطه. احلى حاجه فيه ان هو خفيف على البشره وسهل الامتصاص جدا، وينفع يتحط كمان تحت الميك اب. الحلو فيه ان انت هترطبي وكمان هتستخدمي حاجه تعالج لك الحبوب او تاجل ظهورها. ساليسيليك اسيد وفيه زيت شجره الشاي، وتقدري تستخدميه على بشره منديه. انا بلاقي ان ده بيديني ترطيب اكتر. في سيرامايدز فبيظبط حاجز البشره. لو انت بشرتك حساسه اطمني جدا لان هو هايبو الرجينيك. كمان السبوت تريتمنت اللي بقى عندنا اللي بتحطيه على الحبايه الرزله، الحبايه اللي طلعت كده مره واحده، بس مش الحبوب اللي بتطلع لك ومحتاجه دكتور. تركيزه 5% زيت شجره الشاي و2% ساليسيليك اسيد، ودي نسبه كويسه جدا انها تقضي على الحبايه في يومين ثلاثه. وطبعا كل دول موجودين في الصيدليات وتقدري تجيبيهم من الويب سايت بتاع اي باركفيل وتستخدمي الكود بتاعي لو حابه اللي هو ام خالد. وما اظنش في روتين اسهل من كده، مش هتحتاجي بس غير سان سكرين.